بسم الله، السلام عليكم. شلونكم؟ شخباركم أصدقائي وحبايبي الحلوين؟ وياكم أخوكم الوكيل ضياء من تطبيق بارت ستار. بالنسبة لموضوع الاستثناءات اللي قفلوا التارجت الماسي، بس ما قفلوا لا أيام ولا ساعات. طريقة تقديم الاستثناء. طبعا أنا حاليا داخل الوكالة. أدوس رجوع، تمام. اروح على كلمة انا وادور على هاي الكلمة، او راح تطلع لك هيك، ترفع الشاشة لفوق، تدخل على كلمة وكالتي. هاي وكالتي، تضغط عليها، راح تطلع عندك بهاي الصورة. ثواني لان النت عندي شوي تعبان، ننتظروا يحمل شوي. تمام، طلعت لك بهاي الصورة. تمام، بما انه احنا اول يوم بالشهر. وين تدخل؟ تدخل بيانات راتب المضيف هذه. تمام، هاي هنا تدخل، تضغط عليها. هاي طبعا هنا راح يطلع لك هنا هذا الراتب الكلي. تمام، هاي هنا نقاط السحر، هنا مبلغ الدفعة النهائية. يعني ايش قد راح ينزل لك؟ اني كامل عندي الايام والساعات. هنا هاي تم التأكيد، هاي تشوفونها. راح يطلع لك اذا عندك نقص، راح يطلع لك طلب استثناء. اذا ما عندك نقص يقول لك بس تأكيد الان. هنا من يطلع لك طلب استثناء تضغط عليه، راح يوديك الواجهة انه سبب طلب الاستثناء وهاي، وعندك ايام كذا، عندك ساعات كذا، هاي مقبولة نعم، هاي مقبولة. راح يتحط قدامها لا. تنزل جوا راح تلقى مستطيل كلش كبير مكتوب عليه سبب الاستثناء. تضغط عليه، تكتب يرجى التفضل بموافقة على طلب الاستثناء، وذلك لسبب تقصيري بالعمل بسبب ظروف خارجة عن إرادتي. وشكرا لكم، ومع تمنياتي لكم بالتوفيق. وبس، وتعطيها إرسال أو تقديم، وخلاص تنتظر بعد الاستثناء يوافقون عليه.